في بعض القضايا الجريمة ما بتخلصش يوم ما القاتل يمشي أو الملف يتقفل. في قضايا بتفضل مفتوحة، مش في النيابة لكن في المكان نفسه. القصة دي مش عن شبح ولا عن بيت مسكون، دي عن جريمة حقيقية. راجل اتقتل في بيته، والبيت ده سكنته بعد كده أسرة مش عادية، واللي حصل بعدها اتحكى في برامج على الهوا من غير ما يتقال كل حاجة. النهاردة هنحاول نفهم مين كان الراجل ده بجد، ازاي مات، وليه اسمه مرتبط لحد النهاردة ببيت معين، وهل اللي اتشاف بعد كده ليه علاقة بالجريمة ولا مجرد مصادفة. ولو بتحب النوع ده من التحقيقات الهادية اضغط لايك واشترك في القناة عشان اللي جاي محتاج تركيز. سلفاتور شيكوريل ما كانش شخص مجهول ولا غامض في حياته، بالعكس كان شخصية عامة معروفة في وقته. المصادر المتاحة بتذكره كبطل مبارزة سابق، رجل أعمال، ورئيس الجالية اليهودية السفاردية في مصر. يعني راجل له مكانة وله علاقات وله حضور اجتماعي، وده مهم جدا عشان نفهم إن اللي حصل بعد كده ما كانش حادثة هامشية. الغريب إن المعلومات المتداولة بتركز على ألقابه ومناصبه، لكن نادراً ما بتدخل في تفاصيل حياته اليومية أو شخصيته الإنسانية. وده طبيعي، لأن التاريخ بيكتب المناصب مش اللي كان بيحصل ورا الأبواب. البيت كان بيت عادي في منطقة راقية، ومفيش أي سجل إنه كان مسكون أو عليه مشاكل. سلفاتور كان عايش فيه مع زوجته حياة هادية بعيدة عن الأضواء. مفيش روايات عن خلافات أو تهديدات أو مشاكل أمنية، وده يخلي اللي حصل أكتر صدمة. في إحدى الليالي اقتحم اللصوص البيت. التحقيقات بتذكر إن الجريمة كانت بدافع السرقة. اللصوص خدروا الزوجة، حاولوا يسيطروا على المكان بسرعة، لكن سلفاتور صحى وحاول يقاوم. المقاومة كانت قصيرة لكن كافية إنها تتحول لجريمة قتل. سلفاتور شيكوريل اتقتل جوه بيته اللي كان مفروض أأمن مكان ليه. الزوجة نجت لكنها كانت فاقدة للوعي. القضية اتسجلت كجريمة اقتحام والملف اتقفل. رسمياً القصة انتهت هنا. بعد الحادثة البيت اتقفل لفترة، زي أغلب البيوت اللي حصلت فيها جريمة. مفيش تقارير عن ظواهر غريبة في الفترة دي، وده مهم لأن أي كلام عن ظهورات جه بعد سكن أسرة جديدة. الأسرة الجديدة كانت معروفة للمجتمع، أسرة فنية مثقفة. الأب كان ضابط جيش سابق، شخص عملي، مش من النوع اللي ينساق ورا أوهام. الأبناء دخلوا مجال الفن وبقوا شخصيات عامة بعد كده. يعني احنا بنتكلم عن ناس متعودة على الظهور، كلامهم محسوب ومش مستفيدة من اختراع قصة غريبة، وده عنصر مهم في أي تحقيق. حسب ما اتحكى في برامج تلفزيونية بعد سنين، اللي حصل ما كانش فجأة، مفيش صراخ، مفيش فزع، كان إحساس بوجود شخص، حركة خفيفة، شعور إن في حد في البيت. والإحساس ده اتكرر مع أكتر من فرد وفي أوقات مختلفة، من غير اتفاق ومن غير ما حد يأثر على التاني.
في شهادة إعلامية اتحكت إن أحد أفراد الأسرة شاف رجل واقف داخل البيت. الرجل ما تكلمش، ما اقتربش، ما حاولش يتواصل. الظهور كان هادي ومؤقت، والجملة اللي اتقالت ولفتت الانتباه ما حسناش بخوف. ودي نقطة محورية. لو لحد دلوقتي حاسس إن القصة مش مرعبة لكن مقلقة، فأنت فاهم النوع ده صح. ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة عشان نكمل النوع ده من التحقيقات اللي بتسيبك تفكر. في أي تحقيق السؤال الأهم مش هل حصل، لكن ليه حصل بالشكل ده؟ ليه مفيش أذى، مفيش تصعيد، مفيش تهديد؟ التفسيرات المطروحة: 1. أثر نفسي لموت عنيف. بعض علماء النفس بيعتقدوا إن الأماكن بتحتفظ بتجربة صادمة وتظهر كإحساس أو صورة ذهنية. 2. إسقاط ذهني جماعي. احتمال، لكن تكراره مع أكتر من شخص يضعف الفرضية دي. 3. ذاكرة المكان، مش روح ولا شبح، لكن مشهد بيتكرر. ولا تفسير منهم اتثبت بشكل قاطع. سالفاتور تشيكوريل مات مقتول، وده مؤكد. والبيت سكنته أسرة، وقالت إنها شافت وشعرت بحاجات مش طبيعية. هل في علاقة مباشرة؟ مفيش دليل قاطع، لكن السؤال اللي لسه مفتوح: هل بعض الأماكن بتفتكر أكتر مما نحب نعترف؟ ولا إحنا اللي لما نعرف إن هنا حصل موت بنبدأ نشوف حاجات ما كانتش موجودة؟ القضية اتقفلت، لكن الإحساس لسه.